ده حتة واد ما يسواش 3 تعريفه وعامل نفسه سفاح. انا لو بصحتي كان زماني جبته الارض. ايوه ايوه، صادق يا عم اشرف، انا عارف والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا قاعدين هنا ونايمين في مية البطيخ. عادل ده بقى اللي معاه اخبار الحارة كلها. ما تيجي يا عادل قول لنا ايه الاخبار النهارده؟ ده الأخبار دي بقى محتاجة شوية شاي يا عم أشرف. الله، من عينيا الاتنين، ده انا عينيا ليك يا ابني. قول الاخبار اللي عندك يا عادل. الله، هو انتوا متعرفوش اللي حصل في الحارة ولا ايه؟ ايه اللي حصل يا عادل؟ ما تخضنيش. ده في 4 اتخطفوا من الحارة يا عم أشرف. ايه 4 مرة واحدة؟ انت بتتكلم جد يا عادل ولا ايه؟ وهو الكلام ده فيه هزار يا عم أشرف؟ البت مريم والواد أسامة والواد أحمد والواد صاحبهم التالت دوت اتخطفوا كلهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الكلام ده مش نافع. جرى يا عم اشرف، احنا هنسكت على الكلام ده ولا ايه؟ لا بقى، ده الواد اللي اسمه السفاح ده بقى خطر كبير جدا. طب وايه العمل يا عم اشرف؟ والله بقى اذا كانت الحكومة مش عارفة تجيبه نجيبه احنا بقى بنفسنا. لا يا عم أشرف، ده خطر عليك، خطر علينا كلنا يا عم أشرف. خطر على اللي زيك يا فرفور يا نايت، انت انا اللي خطر هنا. ما تسترجل كده يا عادل وبطل خوف. ما تيجي معانا صحيح؟ لا، الأكشن ماليش فيه. سيبك منه يا محروس، اصله بيحب الرومانسية. طب تصدق بقى ان انت طلعت فرفور صحيح؟ جرى يا جدعان، انتوا عايزين نجي معاكم والسفاح يقتلني ولا ايه؟ لا يا عم، ماليش دعوة. ما تبطل خيابة ما احنا معاك اهو. يا لهوي، الحقني يا عم مشروف، الحقني يا اخويا. في يا ام عبير خضتنا. الواد ابني يا اخويا ما رجعش، هو والواد صاحبه اتخطفوا. انا لسه بتكلم دلوقتي انا والرجالة يا ام عبير، وهنجيبهم العيال دي. لا بقى يا اخويا، انت لازم تتصرف بسرعة، الكلام ده مش نافع. هو انت مش كبير الحارة ولا ايه؟ اه ده فلفلة انت انا. اوامرك يا معلمي، اؤمر يا معلم. تروح دلوقتي المخزن تلملي كل السلاح والرجالة، عندنا طلعة مهمة الله، ما ترسينا الحوار يا معلمي عشان يبقى عندي خلفية عن الموضوع. هندور على السفاح. هما دول بقى اصحابك اللي المفروض هينقذونا؟ هو المفروض، بس معرفش ايه اللي حصل. جرى يا عم احمد، عامل لي فيها انا المخ وانت العضلات، ولا ليك في البتنجان حتى. يا اسطى السفاح خدنا على اخوانا، انا ما كنتش مخمن ان ده هيحصل والله. حسبي الله ونعم الوكيل في كنتوا الاتنين. حد يطلعني من هنا، السفاح هيموتني. وانا كمان عايز حد يطلعني من هنا يا جدعان. انت عارف انت وهو لو سمعت حد فيكم هطلع اخلص عليه. حقك علينا يا عم السفاح، معلش اصل احنا مش متعودين على الخطف ده. ومين اللي قالك ان انا اللي خاطفك يا حبيبي؟ انت اللي جيت لي برجليك يا مشمش. صح يا عم السفاح، انت عندك حق، بس بالله عليك خلاص بقى كفايه كده. انا عايز اروح لامي. انت هتسكت ولا اطلع لك؟ لا مؤاخذة يا عم السفاح، هو هيسكت خالص ومش هيتكلم تاني، حقك علينا. اما انتوا عيال زنانه صحيح، كاتكوا القرف. الله يخرب بيت شرطك الهباب يا احمد، ويخرب بيت سنينك يا اخي. يا اسطى انا كنت ماشي على الخطه صح، بس معرفش اول ما شفت السفاح ايه اللي حصل. خلي بالك يا اسامه، انا اكتشفت حاجه. احمد ده طلع خواف قوي، وعامل لي فيها شجاع وما بخافش. ده انتوا عيال نايت كلكم. خلاص خلصتوا عياط، ممكن بقى تسكتوا عشان عايز انام شويه. تصدقي ان انت عيله رايقه، لا رايقه قوي خالص. هو انا كلامي ما بتسمعش ولا ايه؟ مش قلت لك انت وهي اسكتهم؟ احمد هو اللي بيتكلم عمو السفاح، انا شايفه بعيني. والله العظيم كذاب، هو اللي بيتكلم هو ومريم. ادي اخرة اللي يخطف العيال الصغيره، بيوجعوا دماغي الواحد. الا السلاح اللي معاك ده بيعور. لا، السلاح ده بيموت. ايوه، حلاوتك حلاوتك يا محروس. متأكد ان انت جبت كل السلاح اللي في المخزن ولا نسيت حاجة؟ لا يا معلمي، انا جبت كل حاجة، عيب عليك ما تقلقش. عايزك تنبه على كل الرجالة، تدور في كل الشوارع لحد اما نجيبه من تحت تقطيع الارض. اوامرك يا معلم اشروف. استنى يا اخويا، انا جايه معاكو. هتيجي فين بس يا ام عبير؟ ده يبقى خطر عليكي. لا يا حبيبي، انا عايز اجي معاكو واطمن على ابني، ابن ضنايا وحبيب قلبي. وانا كمان يا اخويا جايه معاكو اطمن على بنتي. يا جماعة، من الأفضل تسمعوا كلام العم أشروف عشان محدش يحصل له حاجة، وإحنا بصراحة بقى كده مش عايزين نشيل مسؤولية حد تاني. اسمع يا واد يا صغير، انت خليك في حالك وخليك في السكينه اللعبه اللي انت ماسكها دي.
كده برضه يا ام عبير بتقل مني؟ ده جزات ان انا رايح ادور على ابنك، بعدين ده اسمه سلاح، انت بقى فين سلاحك؟ لا لا لا، هو انت ما تعرفش السلاح بتاعنا ولا ايه؟ يا ريت بجد اعرف ايه السلاح اللي معاك يا ام عبير. الشبشب يا عين امك، تحب تجربه؟ لا شكرا يا ام عبير. ده انا مجربه من زمان. ايوه كده انظبط. بقول لك يا محروس، ما تديني السلاح ده كده اما اجربه. لا بس السلاح ده عايز رجالة عادل. وانت قصدك ايه بقى؟ انا مش راجل ولا ايه؟ ما تاخذنيش يعني عادل، مش شايف يعني في ايدك سلاح؟ ما انا قلت لك يا محروس، ما بحبش انا حوارات الاكشن دي، انتوا اللي صممتوا تاخدوني معاكم. يا ولا اكتم يا ولا، ما تتكلمش كده هيسمعوك، هتفضحنا. ايه عايز تعرنا ولا ايه؟ جاهزين يا رجالة؟ انا جاهز، بس الظاهر كده ان في واحد مش جاهز. لا يا اخويا، لا يا حبيبي، انا جاهز وجاهز قوي. لا فين سلاح ياض يا فلفله؟ ايوه كده، هو ده عادل ولد بلدي. الصلاة على النبي، ده المدرسة اتدهنت وبقى شكلها جامد قوي. هل تساءلت يوما من أين تأتي المتعة؟ السلام عليكم يا ولاد، منورين الفصل الجديد. بالفعل إنها هنا. قل المعلم فيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. فكرة البنت مش ملزمة أنها تكون فرشة زي الولاد. جميع الحلقات المشوقة والمضحكة. أمك قالت لي أوديلك السندوتشات بتاعتك المدرسة، أكملك نسيتها. وكل ده كوم، والبنت اللي بيحبها دي كوم تاني، طول الليل والنهار أحلى. فيديوهات ممتعة لجميع الأعمار. الحق يا زميلكس، أبوك سيح لك في الفصل. وليا طلب أخير عندك بقى يا أستاذ. كل هذا فقط على حصريا على قناة كرتونيشن.